هل يمكن لتمثال عمره 3800 سنة أن يتحرك وحده؟ ليس خيالا بل حدث فعلا. هذا هو تمثال نيبسينو، رجل مصري عاش في الدولة الوسطى وكان يشغل منصبا إداريا مهما، وتمثاله المصنوع من حجر الأنهيدرايت تمثال صغير ساكن المظهر لكنه يخفي لغزا حير الجميع. اكتشف التمثال في القرن ال19 ثم نقل من مصر إلى إنجلترا وظل واقفا داخل متحف مانشستر لأكثر من 80 عاما بلا أي حركة، إلى أن حدث ما لم يتوقعه أحد. في عام 2013 لاحظ أمن المتحف حركة غريبة، التمثال بدأ يدور حول نفسه ببطء داخل صندوقه الزجاجي. كاميرات المراقبة سجلت كل شيء، التمثال يغير اتجاهه يوميا وكأن روح نيبسينو تعود من جديد. بعض العلماء قالوا إنها مجرد اهتزازات أرضية واحتكاك بين الحجر والزجاج، لكن يبقى السؤال: لماذا لم يتحرك أي تمثال آخر بجواره؟ ولماذا بدأ يتحرك بعد 80 عاما كاملة؟ وبين كل التفسيرات وكل ما قيل لنا رأي آخر، أن قصة حركة التمثال كانت خدعة ونوعا من الدعاية من إدارة المتحف لجذب الزوار. فهل توافقنا الرأي؟